ايه بقى السيفتي جارد وايه هيئة الامن اللي بياخدوها في الرحلات، وايه الميوزيوم ده بيتكلم عن ايه. حاسه انا متحمسه جدا ومبسوطه. ما نشوف هوريكم كل حاجه في الرحله، بس انا مش مسموح لي اصور الاطفال، لكن ممكن اصور لكم المكان. لان انا دخلت على جوجل وشفته فلقيته هو في بارت جسم الانسان وحاجات تاريخيه وحاجات علميه، فاعتقد هيبقى مفيد جدا لو عرفنا المعلومات اللي المتحف ده. يلا احنا رايحين دلوقتي نركب الاتوبيس، فاشوفكم بقى باي. احنا كده ركبنا الباص، واول حاجه المدرسين عملوها ان احنا عدينا كل الستودنت واتاكدنا ان الهيتر شغال. خدنا الكوتس والباجز وحطيناها في الشلف اللي فوق ده. لما تشوفي الساين دي معناها children on board. لازم نعرف الاطفال ان في تويلت جوه الباص لو احتاجوه. كده التريب بتاعتنا بدات، وبما ان الطريق طويل فكان لازم يبقى فيه اكتيفيتيز للاطفال، ودي بعض الاكتيفيتيز اللي احنا محضرينها لكل طفل. الجو طبعا كان بيمطر، بس ده ما منعناش ان احنا نستمتع بوقتنا. وكمان نبهوا على الابلكيشنز بتاع الرحله ان الجو هيبقى برد، ونبهوا ان الاطفال لازم تكون لابسه كوتس تقيله، والافضل ان هي تكون ووتر بروف. طبعا الطريق من نوتنغهام لليدز 2 hour and half، يعني 2.5 ساعة. احنا كده وصلنا ليدز، بس للاسف واحنا في الطريق شفت مبنى كبير جدا، وعلى ما ركزت عشان اشوف المبنى ده ايه لقيته ماسونيك هول او الصاله الماسونيه. كنت اول مره اعرف ان المكان ده موجود في ليدز. عايزه اعرف هما بيعملوا ايه جوه. خليها بقى في فلوج تاني، ابقى ازور تاني ليدز واروح الماسونيك هول. كده وصلنا يوريكا ميوزيوم. وده ناشونال تشيلدرن ميوزيوم، بيتعلموا فيه حاجات كتير جدا. هو عباره عن متحف علمي. تعالوا اوريكم فيه ايه. زي ما احنا شايفين يوريكا اتفتح سنه 1992 على يد البرنس تشارلز برنس اوف ويلز، بس دلوقتي هو بقى كينج خلاص. زي ما انتم شايفين كمان اول ما بتخشوا بتلاقوا سيكشن اسمه ساوند سبيس، وده خاص برجال الفضاء، ومعلومات كتير جدا عن الاستروناوت. كان في شو كمان بيوضح للاطفال الصاروخ بيقلع ازاي، والبدله بتاعت الفضائيين مصنوعه من ايه، وبياكلوا ازاي وبيناموا ازاي. هوريكم جزء بسيط جدا ايه اللي حصل في الشو ده. بعد ما خلصوا الشرح لبعض الحاجات استعانوا بالفولنتيرز عشان يوروا لهم البلانكت سليب او الفضائيين بيناموا في بلانكت عامله ازاي، وبعدين شرحوا لهم بدله الفضاء مكونه من ايه والماتيريال بتاعتها ايه وليه الماتيريال دي مستخدمه. وبعدين شرحوا لهم لما بيعملوا تويلت او بيخشوا التويلت مصنوع من ايه عشان يحافظ على نظافه سفينه الفضاء. لفت نظري حيطة مرسوم عليها معلومات بطريقة بسيطة اسمها highest and longest wall، ودي معناها ان الحيطة دي بتشمل اطول نطة من حيوان واطول حيوان واطول ودن موجودة في حيوان. معلومات بسيطة عن كل حيوان في الوول دي. بعدين طلعنا الدور التاني في parts of body، وفي كمان جزء عن الوظائف بتاعة الشغل. part of our bodies اتكلموا عن جزء في جسمنا زي المناخير وحاسة الشم وحاسة النظر، والعين بتعمل بينك كم مرة، والجهاز الهضمي بيشتغل ازاي، وايه الاكل المفيد الهيلثي والنوت هيلثي، وايه المفروض ناكله قبل ما نروح المدرسة وبعد المدرسة. الاكل يكون محتوي على البروتينات، وايه الاكل اللي فيه بروتينات. بمجرد ما انت بتلف اللعبة دي كده بتشوف الاكل كله وتشوف المعلومات بتاعته. توصيل المعلومة عن طريق اللعب دي أسهل طريقة لتوصيل المعلومات للأطفال. كمان اتكلموا عن المخ وإيه الأجزاء اللي مسؤولة في المخ عن حاسة الشم وحاسة السمع وحاسة البصر. كل ما تعمل كليك على حاسة معينة هتشوف الجزء المسؤول في المخ إن هو يفكرك أو المسؤول عن الحاسة دي. السيلينج كمان او الروف معمول بطريقه ملفته قوي ان انت وانت بتمشي شايف نفسك في المرايه انك ماشي على
الروف. بتبقى حلوة قوي ان الناس تشغل مخها، والتفسير ده كمان هما كاتبينه بطريقة علمية، لو انتوا قريتوه هتعرفوا ليه بيحصل كده والمخ ازاي بيعمل كل ده وريفلكت ده للعين. كمان في لعبة اسمها Can you trick your brain، عبارة عن مرايات كتيرة والمفروض انت تدور انت فين وموجود فين، ودي لعبة حلوة قوي انا لعبتها. كمان في صورة لأطول رجل في العالم والسكال بتاعته او البونز معمولة ازاي. دلوقتي قسم الوظائف او الجوبز بيتكلموا الاطفال عن الوظائف الموجوده وكل وظيفه بتحتاج ايه. يعني مثلا الدنتست بيحتاجه او بيستخدمه، والسنان عامله ازاي واسامي كل سنه ايه. وفي جزء تاني اسمه بيبي كلينيك او الميد وايف، بيوروا لهم الميد وايف ايه المعلومات اللي بتقولها وبتستخدم ايه، وتكوين الطفل والطفل بيتكون ازاي بس بطريقه تناسب سن الاطفال. وبيتكلموا عن الاطفال في سن البيبيز بياكلوا ايه وبياكلوا امتى وبيبقوا موجودين فين. والجزء ده خاص بلعبه برضو، انت لو وقفت هنا بتشوف الريفلكت بتاعك. اخر جزء بقى اسمه اربوريال، وده عباره عن مجسم لفورست او شجر فيها حاجات 3D والناس بتتفرج وبتلعب كمان. ده لطيف جدا. كده الرحله انتهت لميوزيوم ايوريكا، واتمنى يكون عجبكم وهو مكان يستحق فعلا الزياره. I want to go. No more. Come here. Put your seatbelt on. Put your seatbelt on. وبكده الفلوج بتاعنا خلص النهارده. اتمنى يكون عجبكم والمكان فعلا يستحق الزياره، وهيبقى ممتع انتوا واطفالكم تروحوا مع بعض وتستفيدوا من كل او كميه المعلومات اللي هناك حلوه قوي قوي. وتابعوني بقى على الشانل لان هيبقى فيه احداث واحتفالات عشان كريسماس وحاجات كتير جدا جديده على الشانل. يلا متنسوش تعملوا سبسكرايب، تكتبوا ارائكم في الكومنت، تعملوا لايك على كل فلوج. باي.